القانون الدولي يقول لها روحي اخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1100 مليار دولار. في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرار 598 على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. سكتوا وقالوا العراق بمحنة ومو يمها العالم احنا ولا فد يوم راح أرد على جلال الدين الصغير بالآتي. أولا، قرار 598 اللي صدر من الأمم المتحدة لمحاولة إيقاف الحرب العراقية الإيرانية كان أول بند من بنوده هو وقف إطلاق النار، البند الثاني إعادة الأسرى، البند الثالث تحديد المعتدي. إيران اعترضت على هذا القرار ولمدة أكثر من 4 سنوات طالبت بأن يكون تحديد المعتدي هو البند الأول، وبعد أن وافقت إيران على وقف إطلاق النار لم يكن قد تم تحديد المعتدي هو البند الأول. 1. 2. الإيرانيون قدموا القائمة مالتهم ب410 مليار عن خسائرهم في الحرب العراقية الإيرانية، وطالبوا العراق على اعتبار أنه هو الذي أعلن الحرب. خافر بيريز دي كويلار كان الأمين العام للأمم المتحدة يقول اللجان المتخصصة لمناقشة هذا القرار جاءت بالآتي: أن إيران من حقها أن تأخذ أن تطالب بالأموال المترتبة على إعلان الحرب فقط للسنة الأولى، لأن بعد السنة الأولى طالب العراق ولأكثر من مرة بوقف إطلاق النار. هذا الأمر لم تستجب له إيران. فلذلك يا جلال الدين الصغير، مو مقعد لك كم واحد وتسولف وتنطيهم أرقام بكيفك وتحكي بكيفك. شوية ارجع للتاريخ، ترى 87 و88 مو بعيدة.